بتحبي الليمون المعصفر بس بياخد وقت على ما يستوي ويتاكل منه؟ النهارده يا ست الكل هقولك على طريقه تخليلي فيه الليمون العسل دوت، وكمان تاكليه بعد 15 يوم او 18 يوم بالكتير. يلا بينا. معايا هنا كميه ليمون 2 كيلو وربع. انا بصراحه كنت جايبه 2.5 بس مليت البرطمان فبقى كده حوالي ربع كيلو. الليمون هنا غسلاه كويس، ولازم ننقي الليمونه ماسكه نفسها وتكون صفرة، ما يكونش فيها اي حاجه من الخضار. انا هنا غسله الليمون، غسلاه كويس كده عشان لو في اي تراب او طينه، بسكينه حاميه. وهبتدي اقطع الليمونه، مش هقطعها من الجنب كده مطرح ما بنعصرها، لا هقطع الليمونه من فوق وهقطعها كده علامه زائد. بصوا حبايبي، انا بنزل بالسكينه حوالي 3/4 من عمق الليمونه، ما بنزلش بيها على الاخر عشان ما تتقطعش يبقى شكلها وحش. وزي ما قلنا بقطع الليمونه من فوق علامه زائد زي ما احنا شايفين، بتتقطع معايا بكل سهوله. المهم تبقى سكينه حاميه، وخلي بالك كويس من ايديكي وانتي بتقطعي الليمونه. بصوا الليمونه بتتقطع من فوق من هنا، مش من النص زي ما بنقطعها العصير، وبعملها علامه زائد. تمام. هكمل بقى كل دوت وارجع لكم تاني. انا هنا قطعت كميه الليمون كلها زي ما قلنا علامه زائد كده. بصوا، والليمونه ماسكه نفسها مش بتتقطع ولا حاجه. الخطوه بقى اللي بعد كده، حله على النار وحاطه فيها ميه، واول ما غليت هنزل بالليمون. حله فيها ميه بس ما فيهاش اي اضافات تانية. هنزل بكميه الليمون، هسيب الليمون هسيب الليمون ياخد غلوه والتانية. بص انا اول ما نزل في الميه المغليه الليمون فتح اهوت، شايفين؟ وعلامه الزائد بقت واضحه فيه. هسيبه يغلي بالظبط حوالي 3 دقايق اهوت كده. تمام قوي. هطفي عليه بقى واطلع الليمون من الميه المغليه، اصفيه كده واطلعه. بعد ما اطلع كميه الليمون اللي في الحله كلها، هركن الليمون على جنب كده عشان يبرد، وابتدي في الخطوه اللي بعديها اللي هي الحشوه اللي هحشي بيها الليمون. معايا هنا جزرتين وبشرهم بشر حلو، يعني لا خشن ولا ناعم. هنزل كمان ب5 جنيه عصفر، جايباه من عند العطار، اي عطار قولوا له عايزه ب5 جنيه عصفر. وكمان معلقه وربع كبيره من حبه البركه. وهنزل بمعلقه او معلقه وربع ملح خشن، انا بحب الملح الخشن في اي حاجه بخللها. حبايبي انا بملى المعلقه كده كبيره على عينها، دي حته ملح كانت خشنه كبيره شلتها. وهنزل كمان بمعلقتين كبار نزلت بمعلقتين كبار من هريسة الشطة، وعليهم ربع فنجان من الزيت او 5 معالق كبار من الزيت. وهقلب بقى الخليط ده كله على بعضه. ممكن اضيف معلقتين من المية اللي احنا سلقنا فيها الليمون عشان الخليط يبقى لين معانا. بعد ما قلبت الخليط كويس، هبتدي بقى ان انا احشي الليمون. ادي البرطمان اللي انا هحط فيه الليمون بعد ما احشيه بالخلطة. همسك الليمونة بالراحة كده وافتحها، وهبتدي احشيها من خلطة العصفر وحبة البركة وهريسة الشطة والملح والزيت. كمية الخلطة اللي انا عاملاها دي مكفية ال2 كيلو وربع ليمون اللي معانا. بصوا حبايبي، بعد ما بحشيها كده بروح ضمه الليمونة على بعضها، هي ماسكة نفسها ومتماسكة وكل حاجة، بس اللي انا بروح ضمها كده على بعضيها. ادي حشينا ليمونة تاني. بصوا بكل سهولة بمسك كده الليمونة بايديا، افتحها بالراحة وبحشيها من ال4 اتجاهات وبقفلها، وبتبقى زي الفل معايا. يعني لو حد مبتدئ وعمره ما خلي الليمون هيخلله وهيبقى استاذ فيه زي الفل.
ومش هتبطلي تغيري طريقة التخليل في الليمون ديت. ادي يا حبايبي الليمونه اهي حشيتها، بصوا الجمال والحلاوه زي الفل. هكمل بقى كميه كلها. انا هنا كملت حشو الليمون كله، حطيته كمان في البرطمان اهوت. بصوا الجمال والحلاوه، يفتح النفس من قبل ما يستوي. والحشوه كلها خلصت، يا دوبك بس فيه يعني حبه الصوص دول بعصفر كده بسيط. معايا هنا لتر ميه، ومعايا هريسه الشطه، ومعايا الملح الخشن. هحط كده ايه، هنعد كده مع بعض. هنحط ملح قد ايه؟ ادي معلقه، 2، 3، يعني 3 ايه وربع كده، 3 وحبه. على كل كيلو حطيت معلقه ونص او معلقه وربع. دول 2 كيلو وربع زي ما احنا قلنا. حطيت 3 معالق وحبه صغيره عليهم، ونزلت كمان بمعلقه هريسه الشطه. وطبعا ده الطبق اللي كان فيه الخليط، كان باقي كده حبه منه، انا حطيتهم هنا زي ما احنا شايفين. وهقلب كويس لغايه الملح ما يدوب خالص معايا. وهنزل بقى على الليمون كده بالراحه. نحاول واحنا بنحط المحلول ننزل كده ايه، يعني في حته واحده، ما نقعدش ننزل كل شويه، عشان ايه الحشوه اللي على الوش دي بتاعت الليمون ما تطلعش منه. وهنزل كمان بحوالي ربع فنجان زيت على الوش. وبكده الليمون معانا جاهز، وشكله يفتح النفس بجد من قبل ما يستوي. هلف كده البرطمان لفه صغننه عشان الزيت ايه بالميه كده يوصل لليمون كله. كيس تلاجة وهحطه على البرطمان، وبعد كده اقفل الغطا قفله محكمه. طبعا الليمون نقص معايا حبايبي عشان لما اتسلق ايه نزل شويه. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم.